اليومين دول ايام صعبة جدا، والحياة عمالة بتغلى والدنيا عمالة تبقى اصعب. بس في حل جميل جدا، حل يخليك مرتاح وعندك امل في ربنا وامل في بكرة وتعرف تعيش الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. الحل ده هو بيوصلك لمرحلة من السلام النفسي هتريحك جدا، ومش كلام انشا، ولما هتجربه هترتاح فعلا. الا وهو كلمة الرضا. وهنا الرضا لا بنقولها قلة حيلة، ولا بنقولها طبطبة، ولا بنقولها بنشتغلك، لا يا حبيبي. الرضا ليه تعريف جميل جدا، لو انت عرفته وطبقته هترتاح جدا. الرضا باختصار هو الاستمتاع بالموجود اثناء اجتهادك وعملك للحصول على المفقود. فهمت اي حاجة؟ يعني انت بتستمتع باللي في ايدك وانت شغال وبتدور على الحاجة اللي ناقصاك. طب الرضا بايه؟ الرضا بالرزق. الرزق اللي هو ايه؟ الرزق مش فلوس وبس، الرزق هو كل حاجة ربنا بيبعتها لك تعينك ان انت تعيش حياتك. حلو كده؟ الرزق هو كل حاجة بتساعدك انك تعيش حياتك، الرزق هو كل حاجة بتساعدك تقضي حياتك في الدنيا دي. اعضاء جسمك رزق، حركتك رزق، ولادك رزق، جيرانك رزق، اصحابك رزق، نور الشمس اللي جالك، كل حاجة بتعينك انك تعيش حياتك هي رزق. وبالتالي حضرتك لو حسيت بالرضا ان انت بتستمتع باللي انت في ايدك دلوقتي، وانت بتدور وبتسعى عشان تجيب اللي ناقصك من رزقك، هترتاح جدا. والله العظيم هترتاح جدا. والشيطان دايما بيلعب في الحتة دي، ان هو عايز يوصلك لمرحلة ان انت مش راضي، وان الرضا ده معناه ان انت مش طموح، ومعناه ان انت كسلان، ومعناه ان انت ضعيف وتعبان. لا يا حبيبي، هو انت لما بترضى بالمرتب القليل، ولا بالشغل اللي مش عاجبك دلوقتي، وانت بتدور وبتنمي قدراتك وبتشوف شغل تاني، ده غلط؟ لا مش غلط، بس معناه ان انت مش قاعد ومتضايق ومكتئب. لا بالعكس، انا قاعد مستمتع بعربيتي المهكعه، حمارتك العرجه تغنيك عن سؤال اللئيم، لحد ما ربنا يكرمني ويوسع عليا واجيب عربيه احسن. قاعد مستمتع حاليا بشقتي الضيقه الايجار، لحد ما ربنا يكرمني ويوسع عليا ويرزقني وانا بسعى ان اسكن في فيلا ستاند الون في احسن كومباوند في مصر. لو طبقت مبدأ الرضا صح في حياتك، هتلاقي نفسك بتستمتع بكل لحظة في حياتك، وربنا بيكرمك ويوسعها عليك. وخليك فاكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأملك دايما في ربنا. صباح السعادة.